اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا حبيبي؟ رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. مع بعض النهارده اول يوم رمضان، هنبدأ طبعا بفطارنا. طبعا مالك فطارنا النهارده زي ما احنا شايفين كده، هنعمل محشي كرنب. معانا حلة يا جماعة النار، ميه غليت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هننزل الكرومبة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا احنا ورناها كده بالشكل ده. هننزل الميه بتاعتنا كده. هنسلق الكرومب بتاعنا، ومعانا فراخ بلدي، ومعانا فراخ طرية. هنعمل فراخ في الفرن، والفرخة دي ان شاء الله هنسلقها ونحمرها مع بعض. هنسلق طبعا الفراخ كده بالشكل ده. وهنعمل طبعا التخديعة بتاعت المحشي. معانا الطماطم اللي احنا مصلصينها مع بعض امبارح، هنفرمها كده في الخلاط مع راس توم صغيره وقرن شطه حامي، وهنرجع لكم تاني باذن الله. حلقنا يا حبايبي على الفرخه بتاعتنا. حطينا طبعا حله فيها ميه وجزرايه بصلايه طماطمايه قرن فلفل. طبعا زي ما احنا شايفين اهو مستمرين بنسلق الكرنب. طلعنا كام واحده كده. هنعمل التخديعه بتاعت المحشي. حطينا كده معلقه زيت على النار. الزيت سخن معانا يا جماعه. الطماطم طبعا عملناها كده وصفناها بالشكل ده. هنعمل بقى كمان واحد. هنضيف عليه طبعا راس توم صغيره وقرن شطه حامي. نسلقه كده بالشكل ده اهو. الميه غليت يا جماعه بتاعت الفرخه. طبعا الفرخه غسلناها وصفينا ميتها خالص بالشكل ده اهو. هننزل الميه كده بسم الله ما شاء الله. ونسلق كده الحاجه بتاعتها. هنتبل بقى. معنا كمون، معنا مكعب، سبع بهارات، معانا فلفل اسود، معنا بقى بهارات الشوربه، كباب الصيني، حبهان، معانا بشرة جوز الطيب. هيغلوا كده ان شاء الله معانا. طبعا الصلصة بتاعتنا على النار. عملنا البصل بتاعنا كده، بصلتين كده وسط، ضربناهم في الكبة بتاعتنا كده، فرمناهم بالشكل ده. هنبدأ طبعا نتبلهم. دي خلاص كده
البصلايه يا جماعه تبلناها بالتوابل بتاعتنا، عباره عن بهارات، كزبره ناعمه وفلفل اسمر وكمون زي ما احنا شايفين، مكعب مرق. ننزل كده على البصله بتاعتنا كده، نديهم تقليبه كده مع بعض. المرحله اللي بعد كده يا جماعه هنتبل الفرخه بتاعتنا اللي هتدخل طبعا معانا الفرن، الفرخه الطريه. هنتبل الفرخه بتاعتنا يا جماعه. عملنا في الخلاط طماطم وبصلايه وسط واربع فصوص توم وقرن شطه حامي، ضربناهم في الخلاط. ضفنا عليهم معلقه زبادي، وطبعا معانا معلقه عسل نحل يا جماعه. هنبدأ نتبل كده. حطينا طبعا البهارات بتاعتنا، كزبرة ناعمة، كمون، خليكم معانا كده التتبيلة كده واحدة واحدة. 7 بهارات، معانا كاري، توم بودر وبصل بودر، معانا فلفل اسمر بس يا حبيبي، معانا فلفل، معانا مكعب، مكعب مرق، معانا بابريكا. التتبيله بتاعتنا كده خلاص كده. معانا شبت على كزبره كده. طبعا دي يا جماعه غير طريقه التتبيله دي للتتبيله الفراخ اللي هي في الفرن، من غير بطاطس طبعا، والفراخ اللي هي المشويه بالشكل ده كده. التتبيله بتاعتنا كده بس. حطينا شويه ملح عشان نظبط بس الحدق بتاعها. يا جماعه سنه خل، حاجه بسيطه بس كده. معنا طبعا الفراخ بتاعتنا غسلناها كده هنبدأ نشرحها، نديها فتحات كده. اظبط الكاميرا يا سمير، اظبط يا حبيبي الكاميرا. بالشكل ده كده. تتبيله يا جماعه نبدأ نتبل كده. طبعا احنا عاملين فتحات اهو، هنتبل كده في الفتحات دي في اللحم نفسه بتاع الفرخه، وهنخلي كده الجلد. طبعا هي تعتبر كده ايه مخليه قدامنا خالص اهي. التتبيله كلها ان شاء الله هتوصل لكل حته في الفرخه. رايكم؟ طبعا احنا اخدنا الصدر بتاعها امبارح اللي عملناه ستريبس مع بعض.
التتبيله دي بتاعتنا بقى نركنها كده لمده ساعتين 3، لو ليله كامله تكون افضل. نركنها كده في التلاجة لحد ما نخلص خالص الاكل بتاعنا، وهنبدا ندخلها طبعا في الصينيه في الفرن. هي كده جاهزه معانا وما شاء الله اهي. ايه رايكم؟ هنشوف طبعا المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه مع بعض. المرحله اللي بعد كده يا جماعه هنعمل عصاج اللحمه. هنعمل طبعا جلاش باللحمه. حطينا حله على النار فيها معلقه زيت معلقه سمنه، وعملنا كده بصلتين في الكبه بتاعتنا، بصلتين وسط فرمناهم بالشكل ده. هننزل كده، هننزل بالتوابل بتاعتنا عباره عن فلفل اسمر، كمون، كزبره ناعمه، 7 بهارات. ندوم تقريبا كده. هتبدأ البصلة ان شاء الله تدبل معانا كده. هننزل باللحمة المفرومة زي ما هتشوفوا معانا. حطينا طبعا صينية على النار يا جماعة. هنعمل الفراخ. معانا طبعا 4 جزرات قطعناهم بالشكل ده، قشرناهم وقطعناهم بالشكل ده، وحطينا عليهم 4 معالق سكر وربع كوباية مية يستووا كده على النار عشان نعمل عصير برتقال. معنا الصينية طبعا هنحط كده معلقة زيت، معنا الفرخة طبعا اللي احنا تبلناها مع بعض. ننزل كده ما شاء الله. اهي ما شاء الله اهي. هتغلي معانا كده غلوتين مع بعض، وهندخلها الفرن تاخد شمع وتاخد وش معانا باذن الله. شوحنا يا جماعه الخلطه بتاعه المحشي. هنبدا طبعا بحشوه الممبار زي ما احنا شايفين اهو. ايه رايكم؟ كل سنه وانتم طيبين. زي ما احنا شايفين اهو. ايه رايكم؟ لازم الحشوه تبقى معانا كده يا جماعه، صباع الممبار كده ما يبقاش مكبوس معانا بالخلطه. ما شاء الله. خلاص كده قربنا نخلص الكميه. وطبعا ورق الكرنب قطعناه بالشكل ده. خلص الممبار الاول طبعا عشان بياخد في السوا، وهنبدا نحشي حشوه محشي الكرنب ان شاء الله مع بعض.
هنخلص بقى الكميه كده ان شاء الله، هنرجع لكم تاني. طبعا يا جماعه خلصنا حشوه الممبار معانا، حشيناه كله بالشكل ده. حطينا طبعا حله على النار، حله فيها طماطمايه كده، حبتين طماطم، بصلايه وجزرايه، غليوا معانا بالشكل ده. هننزل طبعا الممبار معانا بالشكل ده كده. اول ما ينزل النار يا جماعه بيربط معانا على طول، ما شاء الله. نمسحه كده طبعا لو في رز جاي على وشه ولا حاجه اهو. زي ما احنا شايفين اهو. ما شاء الله اهو. هنبدأ طبعا يا جماعة نحط التوابل بتاعتنا. شايفين يا جماعة طبعا ربط خالص معانا بالشكل ده اهو اهو. بس طبعا هيطلع معانا اول باول كده. هنحط كمون، حبة كزبرة كده، سبع بهارات معنا، طبعا فلفل اسود، معنا كباب الصيني يا جماعة، ورق لورا، هنظبط طبعا الملح بتاعنا. نقلب كده، نديهم تقليبه كده كلك مع بعض. اي رز زياده معانا حطوا طبق طبعا جنب مننا كده بالشكل ده اهو يا جماعه. لازما ولا بد الرز ده بيطلع منه مقلقش خالص. وطبعا صبع الممبار خد كفايته، الباقي طبعا بننزله في الميه بتاعتنا بالشكل ده اهو. من وقت للتاني كده نديهم تقليبه كده، نقلب فيهم كده. الرز اللي معانا يطلع اول باول كده معانا اهو. طبعا نغطي بس حاجه بسيطه كده. الفرخه بتاعتنا خلاص كده دخلت في السوا. وطبعا معانا فرخه بالشكل ده اهو. خلاص كده غلت معانا اهيت. هنبدا طبعا نسخن الفرن بتاعنا وندخلها الفرن. هنولع طبعا فوق تاخد وش معانا
والجزر بتاعنا يا جماعة استوى خالص اهو بالشكل ده اهو. ايه رأيكم؟ اهو اهو هيبرد كده ان شاء الله معانا. هنعمل عصير برتقال مع بعض باذن الله. هنشوف بقى طبعا الخطوة اللي بعد كده ايه. هنلف يا جماعة الجلاش بتاعنا المرة دي بطريقة غير اللي بنعملها كل مرة. هنعمله الصوابع كده نفس ما بنعمل الجلاش الحلويات. طبعا قطعناها كده بالطول ل3. قطعنا اللفة بتاعتنا على 3 كده. وهناخد كل دول رقين يا جماعة هم فردناهم كده ودهناهم الزبدة بالشكل ده. هننزل بالحشوة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. معانا طبعا ميكس جبن كده، جبن على الزيتون يا جماعة بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نلف اللفة بتاعتنا نفس الجلاش الحلويات، يعني زي ما نحط كده مكسرات نفسه اهو. اهو يا جماعة بالشكل ده كده. طبعا بنقسمها الاتنين كده. الصبع بيبقى طبعا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. هنعمل كمان واحدة مع بعض. ندهن كده الزبدة، نتني الورقة كده نصين بالشكل ده. هنحط الحشوة بتاعتنا نحط الجبنة بتاعتنا بالشكل ده كده. هنبدأ نلفها نظام رول كده يا جماعة. عاوزين نصغر طبعا الورقة بتاعتنا على صباع واحد بنعملها طبعا بالشكل ده كده. هنعمل باقي الكمية كده ان شاء الله وهتشوفوها معانا. هنزود يا جماعة الجلاش بتاعنا. معانا كوباية لبن حليب، معانا بيضاية هنكسر كده بالشكل ده. حطينا طبعا يا جماعة فلفل اسمر. نقلب كده مع بعض اهو. هنحط حاجة بسيطة كده على هنا كده. هنزود الجلاش بتاعنا ايه رأيكم؟ طبعا احنا مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، مولعين فوق وتحت. هندخله لو حابين يا جماعة رش جبن اللي احنا عملناها دي على الوش كده عادي برضو. ندخله الفرن طبعا وهتشوفوه معانا ان شاء الله بعد ما يخرج من الفرن. الممبار بتاعنا استوى يا جماعة. معناه كده برد معانا. حطينا زبدة على زيت كده على النار. هنبدأ طبعا نحمره. ممكن برضو لو احنا عايزين نحمره في الفرن بندهنه كده، نرش عليه رشة زبدة كده على الزيت وندخله الفرن. بياخد نولعه طبعا فوق وتحت برضو، بس احنا كده بنفضل ايه الزيت على النار احسن كده.
طبعا المحشي بتاعنا خلاص هدينا عليه طبعا النار، دخل على السوا. طبعا يا جماعه خلاص كده قربنا نخلص كده التحمير، والمحشي كده خلاص استوى زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنعمل طبعا العصير مع بعض. طبعا نزلنا بالجزر اللي احنا سويناه مع بعضنا والبرتقال، وحطينا ميه وهنحط سكر، وعملنا طبعا شويه السلطه الخضراء اهي. دي طبعا لازم يا جماعه لابد منها في رمضان. معنا الكلمن الحلو بتاعنا ده كده بتاع العصير. هنعمل العصير كده ان شاء الله في الخلاط وهنرجع لكم تاني. طبعا يا جماعه صينيه الجلاش زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. ده خلاص كده. ايه رايكم في التسويه؟ ما شاء الله حاجه جميله اهو. ايه رايكم كده؟ خلاص كده استوى معانا. نطفي بقى الفرن. نحمر يا جماعه الفرخه بتاعتنا بالشكل ده. شويه فواكه كده، معانا موز وفراوله عشان البلح بتاعنا. وخلاص احنا كده يا جماعه في الوقت الحاسم. المغرب خلاص 4 دقايق كده باذن الله وهيأذن. نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي الكابتن محمد نور. اسمحوا لنا نرحب مع بعض. وده كان فطارنا يا جماعه. ايه رايكم في الجلاش؟ ايه رايكم في الممبار؟ الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض، محشي الكرنب، الفرخه بتاعتنا، شويه سلطه خضراء كده. طبعا معانا العصير زي ما احنا شايفين في الكلمن، ونظبط الفاكهه. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.